ما هو ما ينفعش كل يوم تحط فيشه الفانوس وتشيلها من البريزه لحد ما البريزه منك توصل. تعالى اقول لك اسهل طريقه، بس المهم انك تصلي على النبي وتعمل سيف للفيديو. بعد ما تركب فيشه الفانوس ومش عارف تركبها ازاي، انت يا دوب هتقشر بس الطرفين. المهم ان في عميله جات لي بتقول لي عاوزك تسلخ لي السلك، يعني كان قصدها برضه تقشر، بس المهم نكمل. هتعملها زي ودن قطه وهتدخلها جوه المسمار بحته الجلده عشان ما تفكش منها خالص. وبعد كده نجيب مفتاح الكمثرى. في عميل جالي بيقول لي عاوز مفتاح جوافه، بس ما علينا نكمل. فالمهم ان في مسمارين من ورا هنفكهم وهنقص طرف واحد، وانا هنا اخترت الطرف الاصفر. ما تنساش تاخدها سكرين عشان تعمل زي كده بالظبط. ده كده الشكل النهائي، بيتطفي ويتنور والفيشه شغاله، وفي نفس الوقت في حل تاني بس هقول لك في اخر فيديو. تعالوا دلوقتي نعلق مع بعض الفانوس ونشوف شكله ازاي. لو ملاحظين ان في حته في الازازه اتكسرت، بس ده مش موضوعنا الفيديو ده، هننزل فيديو بالتفصيل ازاي نعالجه. هستنى رايكم في الكومنتس، ايه رايكم في الفانوس. وبالنسبه للحل التاني، هو عباره عن كابل اباجوره بتجيبه من اي محل كهرباء، طوله بيكون 2 متر او 3 متر ما شاء الله. كل اللي انت بتعمله ان الكابل بيكون جايب طرفين بتوصلهم على الدويل اللي فيه لمبه الفانوس، والطرف التاني ده اللي هو الفيشه بتحطها وبتطفي وبتشغل زي مفتاح الكمثرى بالظبط. وبس كده هكون نبهتك